مساء الخير، تعالوا نعمل مع بعض القرص الطرية بطريقة سهلة جدا ومقاديرها موجودة في كل بيت وشكلها طالع تحفة. بصوا وهشة جدا وطرية قوي وشكلها يجنن الصراحة. اول حاجة حطيت السكر والخميرة يتفاعلوا مع بعض، وبعد كده حطيت الدقيق وذرة الملح والبيكنج باودر وعجنت كويس قوي. الاول بسيتهم بالسمنه والزيت وعجنتهم كويس قوي، وكل ما تعجني فيها كويس كل ما تطلع العجينه معاكي احلى والقرص تطلع معاكي طريه وملمسها حلوه جدا. فردتها بقى بالنشابه على الرخامه كده زي ما انتم شايفين، وممكن تقطعوها بقى باي قطاعات، كل واحد بالمقاس اللي هو عايزه. ده عملتها صغيره كده على ايد على قد الولاد، وحطيت من فوق سكر وقرفة وسمسم. وهعمل بقى كمان بالعجوة، ده مقاس اكبر، ده كده سادة. قلت بقى ايه اعمل كده وكده، وده حشيته بقى بالعجوة وهنفردها كده ونحط العجوة في النص زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هفرد كده بالنشابة واعمل كده بالسكينة زي ما انتوا شايفين كده اهو. وسبتها بقى تخمر تاني، وبعد كده هدخلها الفرن تستوي. وبألف هنا على قلبكم، يا رب تكون الحلقة عجبتكم، قولوا لي رأيكم في الكومنتات، والسلام عليكم.